والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. والنهارده جبت لكم ملف سرعة جديد. عايز اقول لك ان الفيرزات عندي هتبقى قليلة بس حاجة عظمة جدا حرفيا. مبدئيا كده لأول مرة تشوفني ما تنساش الاشتراك بتاعك واللايك الجميل والكومنت بتاعك، يعني تشجيع ليا. تمام. وريت تكمل على الاخر عشان الملف معمول باسورد وتعرف الباسورد. اول رقمين من الباسورد اقولهم لك هما 20. اول رقمين 20 2 0. بقية الرقمين التانيين خليك كمل معايا، ممكن اقولهم في نص الفيديو او في اخر الفيديو. تمام. طب اول حاجه ملف السرعه متكون من فيروزات حرق اشات وتهنيج. وتهنيج فيهم بالكامل، 4 فيروزات بيهنجوا التليفون بالكامل. تمام. عندك فيروزات ايفون وعندك فيروزات ضغط ومضاد فيروزات. انا عايزك تركز على اول اتنين بس اللي هما فيروزات حرق اشات وتهنيج بالفون بالكامل. دول حرفيا اللي احنا هنشتغل عليهم اصلا. بقيه التانيين دول انا حطيتهم كده احتياطي. تمام. طيب ازاي تحط الملف السرعه بتاعي؟ اول حاجه بتخش على نسخه عندك انت شغال بيها. تمام. بعد كده بتدوس على 3 نقط اللي فوق. بعد كده تخش على الاضافات بتاعتك. تمام. بعد كده بتروح على حاجه اسمها حفظ نسخ احتياطي. نسخ احتياطي. تمام. تدوس على نسخ احتياطي اهو، بيك اب وتثبتها اللي هو اسمها حفظ نسخ احتياطي. تمام. بعد ما تعمل نسخ احتياطي هنخش على الابلكيشن اللي انا هحطه لك، او لو انت مش عايز الابلكيشن اللي هحطه لك ممكن تخش على الملفات اللي عندك. تمام. بس انا بفضل الابلكيشن دوت، هو بيسهل معايا الموضوع سهل جدا. تمام. بعد كده تتحرك من هنا وتدور على اسم النسخه بتاعتك. تمام. انا اسم النسخه بتاعتي الوردي واتساب اهو. اسم النسخه بيجيبها من هنا، اسم النسخه ديت. تمام. من بره كده اهي. بعد كده بتخش على حاجه اسمها بيك اب، على حسب بقى النسخه بتاعتك بتبقى ايه. تمام. بعد كده بتخش على تاني على اسم الحزمه بتاعتك. تمام. بعد كده بتخش على حاجه اسمها دي تي بي اس ليه ديت. تمام. دي بتخش عليها وتقوم محدد كده كله. تمام. وتدوس على اخر واحده من تحت على الشمال. ده ضغطه بسيطه على اي حاجه وتقوم دايس ديليت. تمام. طيب بعد كده يا معلم بتخش على الملف بتاعي اهو. تمام. طبعا بعد ما تفك الباسورد بتاعه، وهم اول رقمين 2 0. تمام. الرقمين التانيين كمل معايا. اول رقمين هم 2 0. تمام. بقية الرقمين التانيين كمل معايا واقولهم لك في اخر الفيديو او في نص الفيديو. تمام. طيب بعد ما تحط كده على الداتابيس عندك بتقوم خارج بقى وتدخل على نسخة تاني وتبقى عامل حاجة اسمها ريستيرت واتساب. تمام. اهو اللي هو استعادة النسخ احتياطي. تمام كده. طيب بعد كده نرجع تاني ملف الصورة لحد معاك زي ما انت شايف كده. حلو كده. طبعا كده نخش على النسخة التجريبية اللي بتاعتنا اللي احنا هنجرب عليها. تمام. واتساب متجر. تمام. هعدلها بايفون. تمام. نبقى بس مسج كده بحيث ان احنا نعرف نتعامل. تمام كده. بعد كده نخش على النسخة بتاعتنا تاني. تمام. هنجرب يا معلم اول حاجة فريزات. بصوا انا حاطط لك بتاع حوالي 51 حرق شات. طيب يعني فريزات كتيرة جدا زي ما هو دول. تمام. زي ما انت شايف اصلا النسخة بتاعتنا المفروض متهنكش، يعني بيبقى في ضغط بسيط. نجرب مثلا كده. بص مش هنرمي كله. مثلا نرمي مثلا 5. تمام كده. او اول 5 من تحت ونقوم باعتين. تمام. اهو. تاني تالت زي ما انت شايف جايب لي شرطة واحدة اهو كده ظهر تاني يعني 200. زي ما انت شايف تهنيك بسيط وغير الحرق شيء. زي ما انت شايف هنا اهو. هنا اهو. شايف طبعا كده جات لك علامة واحدة. انا كده النسخة اللي عندي هناك هنجت. تمام. طبعا لما بتبقى كل مرة واحدة النسخة اللي عند الشخصيات بتموت. تمام اهو. كده كده نخش كده. تمام. 5 فيزات جولي. تبقى كده نخش على الشات. مش هنخش. بعت 5 فيزات بس هنقول الشات زي ما انت شايف كده جالي شاشة سودا. تمام. طبعا لو فضلت مطول في الشاشة السودا ممكن التليفون بتاعي يتقفل. تمام. طيب قد كده اول حاجة جربناها بتاعت حرق الشات. طيب بعد كده نخش بقى في الفيزات التانيين. طبعا جربنا ده كده خلاص وديك شفت بالفعل ايه اللي حصل عندي في النسخة. تمام. تاني نقفل بالكامل 4 فيروزات دول يهنجوا التليفون بالكامل. طبعا مش هينفع اجرب على نفسي ان التليفون عندي يهنج والفيديو يروح. بس هو حرفيا بيهنج التليفون. وهسيب لك برضو الطريقة لو انت عايز تشوف يهنج التليفون ازاي. سيب لك لينك قناة اسامة الفشخانجي تخش تتفرج على الفيديو بتاعه وهتشوف بنفسك هو مجرب وعامل الطريقة ديت. تمام. هسيب لك القناة بتاعته تحت وانت تتعامل وتتفرج عليه. انا مش هينفع اجربها عندي طبعا. تمام. فرزات ايفون. تمام. طبعا لسه ما جربتش على الايفون، لسه ما جربتش بصراحه. يجيب لك فرزات ضغط. تمام. يعني اجيب لك زي ما قلت لك كده، يعني سيبك من الباقي دول. ركز على اول اتنين بس. انا حاطط لك دول كده حطهم كده احتياطي. انا عارف ان انا بحط نفس السرعه بيبقى فريزات قليله بس حرفيا فريزات بتهين النسخه حرفيا يعني. تمام. وطبعا وصلت معايا لحد هنا باخر رقمين الباسورد وهما 2 3. او اخر رقمين من الباسورد 2 3 23 يعني. واول رقمين في الباسورد قلتها في اول الفيديو، ارجع واتفرج وهتعرف اول رقمين ايه.
واشوفكم على خير.